السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. غنشارك معكم كيكه اقتصاديه جدا بالماء ودرتها في المقلاة، كتجي هشيشه وخفيفه. وايضا غنشارك معكم واحد الصوص اقتصاديه ايضا درته ايضا بالماء. ان شاء الله راه وصفه اقتصاديه تعجبكم جدا. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من اللايك واشتراك القناه ديالي كنتو اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو. بسم الله على بركه الله. كناخذوا 3 ديال البيضات من الحجم المتوسط، حيت انا كانت المقلاة عندي كبيره من الحجم الكبير. من بعد كنضيف كاس الا ربع سكر، كنضيف ليه ساشي ديال الفاني، وكنطرب المكونات بالخلاط الكهربائي. ولا ما كانش الخلاط الكهربائي ممكن ديروا اليدوي فقط انا كنت زربانه. كنطلع البيض ديالي حتى كيضاعف الحجم ديالو وكيولي غادي البياض. ما بغيتوش انا يوصل لدرجه البياض باش ماشي غادي ندير الجينواز. من بعد كنضيف كاس زيت وكاس ماء فقط. كنخلط من هنا، كنحيد الخلاط الكهربائي، كنبدا نخدم بالفوي، ولكن كنبدا نخلط بشويه باش البيض اللي طلعت ما يهبطش ليا. مباشره كنضيف 3 ديال الكؤوس عنبه ديال الدقيق وزوج ديال الخمارات. غادي نخليكم الخليط كيفاش كنخلطو. انا هكا كنخلط الخليط ديالي مني ما كنبغيش البيض ديالي يهبط، وفي نفس الوقت البيض والدقيق كيتنسجموا ليا والمكونات كامله. كيف كتشوفوا كنبدا نشد الفوي بيديا وكنبدا ندورو. كيف كتشوفوا كذاك هنا ضفت الكاس الثاني، ضفت معاه الساشي ديال الكاكاو المر او ملعقه كبيره. كنبدا ندور الفوي بيديا وانا حاطاه في بلاصتي باش بهذه الطريقه هذه كينسجم ليا الدقيق مع المكونات بدون ما يهبط ليا البيض. وهنا كنتاكد ان البيض ديالي ما هبطش نهائيا. كنبدا نخلط ولكن بشويه. كديروا هذه العمليه بهدوء وما تبالغوش. انا بالنسبه ليا الكيك الا بغيتو يجيكم خفيف وهشيش وناجح 100%، ما تبقاوش تبالغوا في الخلط. يكفي ان الدقيق تحسوا بليه ما بقاش في الخليط صافي حبسوا. ما تبقاوش تخلطوا حيت هذه الطريقه هذيك كتخلي الكيك ديالي كيجينا معجن من الداخل وما كيجيش منفوخ. فقط تخلطوا بشويه كيف كتشوفوا صافي. حتى كنتاكد ان الدقيق ديالي ما بقاش في الخليط، كنعرف ان الخليط ديالي واجد. كناخذ مقلاة، عندي هاد المقلاة من الحجم الكبير، دهنتها بالزيت ورشيت عليها الدقيق. كندفق الخليط ديالي، كنخليها طيب. الفرن ديجا ساخن 160 180 درجه لمده نصف ساعه على نار مهيله جدا حتى كطيب. من بعد كنجي نوجد الصوص ديالي. كناخذ كاسرونه كنضيف فيها كاس الا ربع ماء، كنضيف لها 8 قطع ديال الشوكولاته، خديت نوعيه كالا او اي نوعيه عندكم. من بعد كنضيف لها ملعقه كبيره من النشا. كنخلط هاد المكونات على نار مهيله حتى كتقل ليا الصوص وكتصبح ثقيله كيف كتشوفوا. كنخليها ترتاح واحد شويه حتى كتبرد، كتصبح كيف كتشوفوا كتصبح واجده. هاد الصوص هذه صراحه اقتصاديه جدا وفي نفس الوقت كتجي بنينه. جربوها على ضمانتي. الماء والشوكولاط ونشا وهانتوما وجدتوا صوص بدون زيت وبدون حليب. الكيك ديالي من بعد ما كيوجد مباشره وهو سخون كندفق عليه الصوص اللي وجدت كيف كتشوفوا. وكنبدا نحاول نسرح الصوص ديالي وكناخذ الشوكولاته. هنا خديت 4 ديال قطع الشوكولاته. حاولت بالقطعه اللي كتقطعوا بها اللي كتقشروا بها البطاطس، قشرت بها الشوكولاته باش خرجت ليا بهذا الشكل هذا. ومن بعد رشيت بها الكيكه ديالي مباشره. هادشي مباشره رشيت وقطعتها، يعني هي باقا سخونه. قطعت لكم القطعه كيف كتشوفوا نهائيا ما كتلصقش في المقلاة وكتجي منفوخه كيف كتشوفوا. كتجي هشيشه والله الا عرفتي ما نشكر باينه بلا ما نشكرها. كتجي خفيفه وهشيشه وحتى الصوص كتجي بنينه. واخا ما درناش الصوص بالحليب وما فيهش الزيت، كتجي صراحه الصوص بنينه وجات مع الكيكه. نتمنى هاد الوصفات تنال الاعجاب ديالكم وهي اقتصاديه جدا. نتمنى تنوضوا تجربوها لوليداتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.